النادي الاهلي على مستوى الاداء الدفاعي والهجومي. احمد عيد عبد الملك ينطلق من الجبهه الشمال، حسام عاشور راجع معاه من وسط الملعب، يلعب العرضيه جوه الصندوق خطيره، تعدي الناحيه الثانيه، عبد السلام نجاح لوحده، لسه الهجمه جوه ال 18 خطيره خطيره. الهدف الاول احمد حسن مكي، مع تحيات احمد مكي بعد 5 دقائق. عرضيه عبد السلام نجاح ما كانش مراقب في الجبهه اليمين، ويلعب واحده جوه ال6 يارده، يصطادها احمد حسن مكي ويسجل الهدف الاول في لقاء النهارده. اتعملت العرضيه من احمد عيد عبد الملك اللي اقتحم فيه الجبهه الشمال، وعبد السلام نجاح كان ضامن لجوه شويه سيد معوض كده ويشتغل فيها بكره عرضيه عشان يسجل منها مكي اللي كان سجل هدف ايضا التعادل لحرس الحدود في نهائي كاس مصر امام انبي. ادي اللعبه مره ثانيه من الجبهه الشمال، عكس بيها الملعب احمد عيد عبد الملك، عبد السلام نجاح لف وسطه حلو احمد حسن مكي ويحطها في الزاويه الشمال، صعبه على امير عبد الحميد، انما شغل بجمله تكتيكيه واضحه المعالم لنادي حرس الحدود، يقدروا ان هم يتقدموا بهدف مع اول 5 دقائق. 1 لحرس الحدود، لسه بدري قوي، واللقاء ده او الهدف كده هيبدا يخلي اللقاء يبقى ليه شكل تاني وطعم تاني. وقلت لحضراتكم ان الفرقتين بيلعبوا النهارده بنفس طريقه الاداء الفني او التكتيكي، سواء حرس الحدود اللي في منتهى الخطوره. تتنقل الهجمه لحرس الحدود مره ثانيه في المكان الفاضي، محمد مكي ينطلق داخل منطقه جزاء النادي الاهلي ويقرب منه حسام عاشور، يلعب العرضيه خطيره على حدود المنطقه، تسديده خطيره خطيره. الهدف الثاني مع تحيات احمد عبد الغني. هجمات لحرس الحدود قليله، انما قدروا يستغلوا الاهداف من انصاف كده الفرص. راحوا في الشوط الاول بهجمه سجلوا منها احمد حسن مكي، واد احمد عبد الغني بالتمريره اللي عملها له محمد مكي يحطها في حته صعبه على امير عبد الحميد، يسجل الهدف الثاني لحرس الحدود. 2 الحدود لا شيء النادي الاهلي، وطموح الحرس يفوق الحدود في لقاء اليوم. ادي احمد عبد الغني هداف نادي الحرس في اخر 3 مواسم، نقلوا الهجمه بجمله 3 نقلات وصلوا بيها لمحمد مكي بشكل مؤثر جدا، ويلعب العرضيه الراجل وقف على الكره وهدي عليها بخبره، احمد عبد الغني استلم وسدد على يمين امير عبد الحميد. هدف ثاني لحرس الحدود يصعب المهمه على لعيبه النادي الاهلي اللي انا شايف النهارده ادوا بشكل طيب رغم التاخر بهدفين. ادي اللعبه وصعبه على امير عبد الحميد، استلم هو احمد عبد الغني، وكان محمد سمير واحمد فتحي بعاد عنه في عمليه الرقابه، انما قلنا ان النادي الاهلي هيتاثر في الهجمات المرتده لنادي حرس الحدود مفيش شك بالفجوه اللي عملها احمد السيد